السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نختم معكم واحد شكيل اللي تنقولوا ليه حنا الحبة. وهانتوما البنات شوفوا الطريقة نشاركها معكم بسيطة للمبتدئات ولا اللي تيدير الطريقة القديمة. بها الطريقة راه تجي زوينة والحبة تجي واقفة هكا. شوفوا البنات راه باقا صراحة باقا ما كملتهاش، غير قلت نشارك معاكم الفيديو. اللي باغي يوجد ان شاء الله جليليبه ديالو، اللي باغي يتعلمها، راه طريقه بسيطه مبسطه كاع بزاف. وانا درت هنايا الاسود ودخلت فيه هنايا اللوينات. كاين هاد الاورانج، داك الاورانج اللي داك الياجوري، عرفتوه البنات؟ هذاك راه تيجي زوين. دخلت هنايا التيركوا، دخلت هنا الغوزان ديال، ودخلت هاد الصفيفر البنات، وعاد نلاقيها ان شاء الله باللون الاسود. الطريقه اللي غنشاركها معكم بسيطه بسيطه، احسن من الطريقه الاولى. هذه راه قلت لكم البنات تتبقى واقفه هكانيه. والله البنات وما تسالوني حلوف، تا من الحبل زعما تصبنيها وتنشريها وتلبسيها هكاك، ما تصلحيها من والو، وتتبقى واقفه الحبه على ختها. شوفوا البنات، شوفوا هانتوما البنات شوفوا. والتصوير كما قلت لكم راه ما عاطيش حقه، ماشي كي المباشر، لكن تي هكا تشوفيها على المباشر تيجي تتبان كاع احسن. والله البنات نتمنى الفيديو يكون عجبكم. على بركة الله نبداو الطريقة ديال الخدمة ديال الحبة بلا ما نطول عليكم فيديو، وفرجة ممتعة. واللي شاف قناتي اول مرة نتمناه يشارك في القناة ديالي، واللي شاف عجبو الفيديو عجباتو الخدمة ديالي يدير لي واحد لايك. و وان شاء الله غنشارك معاكم فيديوهات اخرين ان شاء الله، ودريسات ندير فيها واحد الدريس كان يكون خفيف وزوين بالالوان. ان شاء الله غنشاركو معاكم. اللي بغى يشوف المزيد يشترك في القناة ديالي، وشكرا. قبل ما نبدا الرانده غادي نحسب واحد 8 سنتيم، ضروري 8 سنتيم، هذه قاعده اساسيه. المهم عاد الفوق عاد نحيد ديك سنتيم، عاد تبقى لي 7 سنتيم البنات، هي 8 سنتيم صافي. هنايا بديت ببناء الغرز. عندي 8 4 الغرزات، 4 العوينات البنات. هادوك العوينات يكونوا عندي 4، حيت هاد الخدمه تتطلب ليا 4 الغرزات صافي. من بعد ما نحسب 4 الغرزات غندير دقه تاع الرانده في الثوب، ونجر عندي الخيط ليا، ونجر الثوب مزيان باش ما تجينيش مرخيه الخدمه من الجناب صافي البنات. وعد ندير غرزه الفوق. المهم راه كلشي عاد يكون يعرف بناء الغرز، واللي ما تتعرفش مبتدئه راه الفيديو واضح وهو شارح نفسه، غير بشويه عليكم. والرانده راه تتبغي الصبر، ضروري من الصبر. اي حاجه صراحه، اي حاجه في هذه الحياه تتبغي الصبر صافي البنات. هنايا راني رجعت بداك السطر، شفتوا البنات صافي. هنايا خدمت دوك جوج سطور وصافي. هنايا عاد نبدا في الحبه عادي، نبدا نخدم واحد القدر تقريبا، باش نقول لكم البنات 6 العوينات. المهم هذوك العوينات هكاين في الجناب تنحسب تلقى 6، يعني بحال هكا 6 تنتم غادا ب6 وراجعه ب6. هنايا راه غلطت البنات، راني تنحل عاد نحل سميتو غلطت فيها. كنت عاد نضرب في الثوب، ولكن لا، راه خاصني نرجع صافي، ما نبقاش نضرب في الثوب. المهم صافي هنايا راه حليته وبقيت ورجعت كملت عادي. تندير واحد القدر ديال الرانده نخدمها، ونوريكم الطريقه كيفاش. راه بسيطه البنات وسهله، وتبغي غير شويه الصبر. هنايا ما بغيتش نزرب لكم فيديو باش يلا تفهموا مزيان البنات، واللي مبتدئه وبغى تشوف غير بشويه ما بغيتش نزرب الفيديو
تتفهم مزيان. فهمتوا البنات؟ شوفوا البنات، الا كنتو بغيتو تخدموا الراندا وتكون عندكم متقونه زوينه، ما تبرموش الحرير مزيان. راه ديما تنقولها، الحرير اللي تبرم مزيان تجينا ديك الراندا تجي بحالها، كيفاش نقول لكم البنات، ما تجيش زوينه، ما تتعطيش العين زوينه. المهم الحرير ما يكونش مبروم مزيان، ولكن الغرزه تكون هكا مخدومه مزيان. هاد الاسرار راه ما تيبغيوش تقولها اي معلمه، ولكن قليل اللي تلقايها هكا تتبغي تبين الصنعانيت. صراحه انا تعجبني هكا البنات تعلم الواحد الصنعه، يخدم بجليل باليه، يخدم يعاون راسو بزاف د الحوايج البنات. صافي ونكمل على هذا الشكل. صافي البنات، هنايا سنشوف واش هذا هو القدر اللي غادي يجيني، ولا كي لقيتو ما مناسبش. هنايا انا نوريكم، نحسب 1 2 3 باقي خاصني. فهمتوا؟ هادشي علاش نكمل نبقى نخدم، حيت الا خدمت غير شويه ما عنديش ديك الحبه هكا طالعه وتجي واقفه، غتجي بحال صامته. فهمتوا؟ شفتوا؟ راه حسبت خرجوا ليا 6 قد. صافي وتنخرج من ديك العوينه اللي لتحت، ونخرج في ديك العين اللي من لهيه، ونخرج في نفس الوقت. شوف الفيديو راه غادي يكون شارح نفسه. ونخرج في هاد العوين الاولى اللي كانت هي الاولى من لهيه. فهمتوا؟ صافي نخرج البرا والخيط. هنا راه تنفسر ليكم، سمحوا لي راه كنت حيدت الصوت، هادشي علاش غير تنسجل دابا الصوت وصافي. صافي ونضرب في الثوب ضربه عاديه، ضربه تاع الغرزه تاع الراندا، وعاد نرجع نخدم عادي. شفتوا البنات؟ غندير 4 الغرزات، ديما نحسب 4 الغرزات. ما بغيش انا نزرب لكم فيديو، بغيتكم هكا تستافدوا منه، تستافدوا من سميتو، تشوفوا داكشي بخاطركم. اما الا جيت نزرب فيديو يمكن شي مبتدئات ما عاد يفهموش، اما اللي تبارك الله تيكونوا معلمات وداكشي راه تكون هاد الطريقه. وكاينه طريقه واحده اخرى اللي تتبقى غرزه في الجناب، واللي باغي هادي هكذا تجي واقفه وتجي تاهي زوينه يدير هادي، راه ما تاخذش الوقت بزاف كي الاخرى. صافي هنا غندير واحد بيناتهم واحد ليسباس باش هكا يتبان ديك الحبه. شفتوها نتوما البنات؟ درت 2 غرزات في الثوب. المهم انا حسبت لكم باش ما تلفوش بالثوب، هانتوما راه الاولى راه الثانيه. صافي وملي غنتم غادا في السطر ما غنضربش في الثوب، عاد نرجعك عادي كما خدمت الاولى. صافي وغندير حتى هي فيها واحد 6 العوينات. هنا غنضرب في الثوب ومن بعد ما نبقاش نضرب في الثوب. شتو كي تجي واقفه، تتبقى واقفه الخدمه وتجي غزاله البنات.
كما قلت لكم اللي باغي يوجد شي جليليبه ان شاء الله لرمضان، واللي باغي يوجدها كاع العيد. والالوان هكا، هي الالوان دخليهم كاع في البيج، في البياض، راه تيجيو الالوان رائعين البنات. والراندا كما تتعرفوا راه ما تدي موضاج، خاص غير الثوب يكون زوين والراندا تكون متقونه وزوينه، وراه ما تدي موضاج، تتبقى عندك ديما. هادشي علاش تنبغي البنات يتعلموا، اللي هكا هي جالسه غير في الدار، اللي مزوجه وعندها غير وليداتها مقابله وليداتها في الدار تيمشيو للمدرسه، علاش لا ما تعلمش هكا هي الطرز، ولا تعلم الراندا، ولا تعلم تنبات، ولا تعلم فصاله وبزاف د الحوايج. بالخصوص الواحد الا ما كانش قرا مزيان وما عندوش يعني عاد يخدم ولا شي حاجه، يتعلم الصنعه. الصنعه راه زوينه البنات، غير تعلموا ليها. تا انايا الصراحه البنات ما قريتش مزيان، ما قريتش، ما سعفتنيش الوقت بانني نقرا، ولكن الحمد لله ولدت وليداتي وتعلمت صنعه اللي نفعاتني وعونت بها راسي البنات، وتنخدم بها جليلبات ليا. المهم، وبغيتكم اللي زعما وصل معايا الفيديو حتى لهنايا، نتمنى من كل قلبي ان لا كان الواحد غير جالس في الدار، فين عاد نبقاو حنا شادين تليفون ولا شادين تنتفرجوا ولا ناسين ولا شي حاجه. تعلموا شي حاجه تنفعنا هكذا، كاينين بزاف د الصنعات تبارك الله. نخليكم مع الفيديو. صراحة البنات نخليكم مع الفيديو، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى زعما حتى لما شرحت لكم انا مزيان، نتمنى غير الصورة هكا، الصورة تكون واضحة وتكون صافي، تعرفوا كيفاش تخدموا هاد الحبة، وراه تجي ساهلة البنات، ساهلة. وهكذا نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد وشكيلة جديد ان شاء الله. ونخليكم هاد الساعة نقول لكم السلام عليكم.